ازيكم كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعه لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل تورتتين احلى من بعض. بس اول حاجه كده، لو انت اول مره تشوفيني، اول مره تشوفي القناه بتاعتي، يا ريت تشتركي في القناه كده وتفعلي الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني. اول حاجه كده قلنا نعمل جناش الشوكولاته، اللي طبعا كتير جدا جدا بيحتار في جناش الشوكولاته. عايزه اقول لكم ان جناش الشوكولاته اقسم بالله من اسهل ما يكون. جبت نص كوبايه من الميه، طبعا من الحنفيه عادي، وحطيت كمان نص معلقه كريم شانتيه عادي، وقلبتهم على البارد الاول، وبعدين سخنتهم على البوتاجاز. وبعد ما سخنوا معايا جبت مكعبين شوكولاته. لو مفيش مثلا آه، اللي هو المكعبات الكبيره دي، ممكن تجيبي اللي هو القالب القسامه اللي هو ب35 جنيه تقريبا. تعمليه على الكمية دي، هيطلع معاكي برضو نفس النتيجة. انا اخدت مكعبين تقريبا كده، المكعب ب100 جرام، فاخدت مكعبين على نص كوباية من المية. خلاص بعد ما سخنت معايا المية كده بالكريم شانتيه، هبدأ ان انا احط المكعبين، وابدأ ان انا اقلب بقى باستمرار كده لغاية ما يمتزجوا معايا. خلاص بعد ما خلاص كده الشوكولاته تسيح معايا تماما، ببدا ان انا اجيب مصفى كده، وابدا ان انا اصفي الجناش بتاعي كله، بحيث ان بقى لو في تكتلات ولا حاجه، هو عشان انا بقلب فيه على طول ما كانش فيه تكتلات. بس برضو لازم تعملي الخطوه دي عشان الجناش بتاعك يكون بصوا ناعم، وفيه اللمعه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. بسم الله ما شاء الله، هتشوفوه دلوقتي على التورت حاجه تحفه. من بقى اللي بيقولك بقى حطي مش عارفة جيلو ايه، وتحطي حاجات كتير وكاكاو وكلام من ده، ولا الكلام ده خالص. شايفين الجناش عامل ازاي؟ اصلا التقل بتاعه واللمعان بتاعه تحفة لوحده يعني. انا بقى مطلوب مني النهاردة اعمل تورتاية مقاس 20، واعمل كمان تورتاية مقاس 30 في 30. هنعمل تورتاية مقاس 20 نص ونص، وهنعمل كمان التورتاية 30 في 30، هتبقى بقى كمان نص ونص. انا كان ممكن طبعا اعمل التورتاية 30 في 30 اعملها من صاج 30 في 40. هعمل صاجين وخلاص. فانا عملت صاجين مقاس 30 في 50، عشان كان مطلوب مني طواجن، فقلت ان انا اطلعها مع الشغل بتاعي. خلاص كده هبدأ دلوقتي ان انا اقشر الاسبونج بتاعي. لو واخد لون من تحت قشريه احسن يعني. لو واخد لون، لان انتوا عارفين السيجان اللي هي المجلفنة دي ما بتبقاش احسن حاجة في التسوية، وفي نفس الوقت السيجان الألمونيا غالية جدا. خلاص بس هي يعني بتمشي معانا في الشغل وكده. اخدت بقى التدويرات كده بتاعت التورتيه مقاس 20 زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ان انا اقطع التورتايه مقاس 30 في 30. عايزه اقول لكم ان جناش الشوكولاته ده ممكن تعملي منه كميه وتسيبيها عندك في التلاجة. احنا اصلا في البرد دلوقتي ممكن تسيبيها في المطبخ عادي، ولو جمدت معاكي يعني لما بتجمد ممكن تعملي منها روزيتات، بتبقى حلوه جدا جدا في الروزيتات بصراحه. او ممكن تعملي منها وردات. لو جمدت منك او قفشت منك يعني، لانها كده كده احنا في البرد، فهتجمد منك. على البوتاجاز على الهادي خالص جدا جدا، وتسيحيها، ما تسخناش او تسيحيها بس. خلاص كده ده الصاج 30 في 50. هبدأ ان انا اقشره، لان كان واخد معايا لون زي ما قلت لكم. طبعا السيجان دي ب... يعني بتاخد لون بسرعة جدا، فانا قشرته بالراحة خالص. وابتديت دلوقتي ان انا اخد تلات 3 قطع من الاسبونج. كل قطعة فيها التورتة انا هعملها 28 في 28، على ما تتجلس طبعا وكده تبقى 30 في 30. كده يعني كل قطعة تبقى 14 في 28. وبرضو الصاج التاني اللي بالشوكولاتة هعمله نفس النظام يعني. خلاص هبدأ ان انا اشيل الورق بقى ده. انا بعد طبعا ما بطلعه من الفرن ببدأ ان انا اسلكه من الجوانب، واحط ورق الحواوشي او ورق كراسات بس يكون نضيف. وابدأ ان انا اقلبه على الرخام. طبعا الصاج 30 في 50، انتوا عارفين طبعا انا بعمل المقاس ده ب5 بيضات و550 جرام من الاسبونج، معلقة محسن، ومعايا الفانيليا، ومعايا نص كوباية من المية. الصاج 30 في 40 بياخد معايا 350 جرام من الاسبونج، وبياخد معايا كمان 3 بيضات، ومعايا معلقة محسن جل صغيرة، ومعايا الفانيليا، معايا ربع كوباية من المية. بضرب ده كله في العجان، وبفرش ورق حواوشي في الصاج بتاعي،
كنت طبعا مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية، لأن الاسبونجات بتاعة الصاج بتدخل على درجة حرارة عالية، وبستنى طبعا 7 دقايق أو 8 دقايق على حسب طبعا درجة الحرارة بتاعتك، وبسلكه من الجوانب وبقلبه على الرخامة لغاية ما يبرد معايا، ببدأ ان انا اشتغل فيه. خلاص هبدأ بقى ان انا اظبط الدنيا حواليا كده، وابدأ كمان ان انا اقشر الصاج. ده الصاج ده 35 في 55. يعني لو عندك صاج 30 في 50 تقدري تعمليه على مرتين. بس طبعا الصاج كبير يعني مش مشكلة، انا كده كده كان مطلوب مني طواجن، فلما يجي طاجنين زيادة ولا حاجة برضو مش مشكلة، مش هيجي بخسارة يعني. ابتديت دلوقتي ان انا اقشر كده الاسبونج، اي طبعا الاسبونج واخد لون كده ببدأ ان انا اقشره، لان ما بقاش بصراحة ان انا احب الاسبونج بتاعي يكون واخد لون، بيبقى شكله مش احسن حاجة يعني. قطعت بقى كمان الاسبونج اللي بالشوكولاتة زي اللي بالفانيليا بالظبط، وابتديت ان انا اجيب البورد بتاعي ده بيبقى اكبر من 30 في 30. خلاص تقريبا ب31 او 32، تقريبا ب31 سنتي. آمم، بس اللي بالفانيليا دي أكبر من اللي بالشوكولاتة، فأنا هابدأ إن أنا أضبّط كده الاسبونج بتاعي. وعايزة أقول لكم إن ارتفاع أصلًا التورتاية بسم الله ما شاء الله بجد يعني اللهم بارك. آآ، ما فيش أي محل هيطلّع معاكِ التورتاية بالارتفاع والجمال ده. بعد أمّا أخلّص بس التورتاية كده من التجليس إن شاء الله، وفي التزيين هتشوفوا ارتفاع التورتاية عامل إزاي، بسم الله ما شاء الله يعني. دي تطلع لوحدها كده ب400 جنيه. خلاص هابدأ بقى إن أنا أحط جيلو من الكراميل، وكانت طالبة مني إن أنا يعني أحط لها سوداني في بين الحشوات يعني وكده، فقلت لها تمام عادي ما فيش مشكلة، أنا ما باحطش أصلًا حشوات إلا إذا العميل طلب مني. ممكن على فكرة العميل اللي طلب مني الشغل ده مبيبقاش يحب مثلًا طعم المكسرات في الكيك وكده، دي بتبقى ذوقيات، هي طلبت مني وقلت لها تمام عادي ما فيش مشكلة. فأول ما كنت طبعًا عندي الحاجات دي فعادي حطيت منها بين كل طبقة وطبقة، على فكرة ما بتاخدش كمية حشو كتير ولا حاجة يعني. أنا بقى لمّا باجي أحشي التورتاية أو باجي أعمل الكريمة، أنا ما باعملش كريمة بني وكريمة بيضا، أنا باعمل الكريمة كلها بيضا تمام، بس بابقى عارفة طبعًا الفرق بين اللي بالشوكولاتة واللي بالفانيليا، بابقى معلمة طبعًا على البورد بتاعي. خلاص دي تاني طبقة حطيتها، وأقسم بالله الارتفاع بتاع التورتاية تحفة، يعني أنا مش عايزة أقول لكم الارتفاع بتاع ده مجنني، شكله تحفة تحفة تحفة. كمان لما حطيت آخر طبقة بصوا الارتفاع عامل ازاي، حاجة كده تحفة. اللي بيعمل زينا كده نقول له يا عمنا. اه والله العظيم يعني ما شاء الله، يعني حاجة كده في منتهى الجمال يعني. أنا طبعًا باخد كده الأطراف، بُصّوا أنا باخد حاجة لا تُذكر، يعني أنا باخد حاجة بسيطة خالص من الأطراف، بحيث إن أنا لمّا آجي أجلِّس التورتاية بتاعتي التجليسة النهائية ما يبقاش في عندي بقى إيه تعريجات في التورتاية. أنا عايزة بُصّوا التورتاية تكون عاملة زي المسطرة كده، مش في حتة بقى واطية وحتة عالية والكلام ده. خلاص لمّا بالاقي بقى التورتاية مش مضبوطة معايا باضبّطها بالطرنش بتاعي. خلاص كده هابدأ بقى إن أنا أجلِّس بقى التورتاية بتاعتي. التورتاية دي هتاخد مني قد إيه كريمة، هتاخد مني كوبايتين إلا ربع من الكريمة، وساعات بتاخد مني كوباية ونص من الكريمة. خلاص في حد بقى ييجي يقول لي أنتِ ليه بتسقي الكيك النهارده؟ أنا باسقي الكيك عشان أريحكم بس، والله العظيم عشان أريحكم بس. أنا الكيك بتاعي أصلًا طري جدًا، هشِش أوي، مش محتاج أصلًا إن هو يتسقي بصراحة يعني. ففي ناس كتير يقول لِك هو أنتِ ليه مش بتسقي الكيك؟ أنا باسقي الكيك أهو عشان أنتم بس إيه يعني ضميركم يرتاح، مع إن أنا ضميري مش مرتاح، أنا حاسة إن أنا باعمل حاجة غلط في الإسبونج. أنا شايفة إن الإسبونج بتاعي أقسم بالله لا محتاج إن أنتِ تطرّيه بمَيّة بسكر ولا بسيرب ولا الكلام ده خالص، هو الإسبونج طري وحلو جدًا مش مستاهل يعني. فأنا بابقى أعمله بحيث إن ما حدش بقى يدخل في التعليقات ليه هو ده ال ده الشربات بيطريه زيادة وبيخلّي طعمه حلو، هو الإسبونج أصلًا طعمه تحفة من غير كريمة ومن غير أي حاجة.
خلاص كده. خلاص هبدأ ان انا بقى اخد التجليسة بتاعتي. انا جلستها تجليسة بس عشوائية كده، وهدخلها الفريزر شوية، وابدأ بقى ان انا اجلس برضو التورتاية بتاعتي التانية. هعملها بقى نص برضو فانيليا، والنص التاني من الشوكولاتة، لان هتبقى دي فيها جناش شوكولاتة، والمربعة برضو هيبقى فيها جناش من الشوكولاتة. خلاص. يا ريت بقى لو انت وصلت لغاية هنا في الفيديو ولسه ما حطيتش اللايك بتاعك الحلو، ليه مستنية ايه؟ انا عايزة اعرف انت مستنية ايه ان انت تحطي لي لايك. والله العظيم انا بهبط جدا 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 في الشغل، وفي نفس الوقت بهبط على ما بمنتج بقى الفيديو، بسجل الفيديو. في حالة ما انا ببقى في اليوم ده بيبقى فيه ارهاق وتعب، ببقى محتاجة ان انا يعني بصوا اخد باور تاني، اخد طاقة تاني عشان نقوم تاني يوم الشغل بتاعنا، عشان نقدر ننزل لكم فيديوهات، عشان انتوا كمان تستفادوا ولو بمعلومة صغيرة وتفتكرونا كده ان لا ده ملوكة كانت بتقول كذا، لا ده انا اعمل زي ما ملوكة بتقول. تمام. فتدعوا لي دعوة حلوة، فتدعوا لي دعوة حلوة، وفي نفس الوقت كمان تشتركوا في القناة، واهم حاجة اللايك، لان اللايك طبعا هو اللي بيرفع الفيديو. فما فيش لايكات ما فيش ربع فيديو، فالفيديو هيفضل زي ما هو كده نازل، ما فيش جديد. فحطوا لي لايك بقى. صعبت عليكم صح؟ اكيد صعبت عليكم والله. انا يعني انا اصلا طريقه كلامي ان انا شفت المهنجه، كان عندي شغل والدنيا مش احسن حاجه معايا، ف يعني ان انا مرهقه، يعني فمرهقه بقى، فانا عايزه انزل لكم فيديو بقى عشان ما تزعلوش مني وتقولوا لا انت بتغيبي علينا ومش عارفه ايه وكده، وانا مش عايزه ان انا اغيب عليكم عشان ما تزعلوش مني وان انا بغيب وكده. بس انا ليه كنت بشتري الطبقة الاخيرة دي؟ لان نسيت ان انا ما حطيتش في الطبقة الاخيرة جيلو من الكراميل، ولا حطيت حشو في الطبقة الاخيرة، حطيت اللي في الطبقة اللي قبلها. هل انا اشيلها تاني؟ ابدا. قلت لأ، هي خلاص انا حطيتها خلاص، حط بقى زي ما كان، زي ما انت كنت كده خليكي زي ما انت. بس جبت بقى مربة الحليب، وجبت التورتاية بعد ما جلستها وعملتها بالسكرابة المشنشر، وبقيت بصوا مسطرة، مفيش كده حتة معوجة ولا حتة طالعة ولا حتة داخلة، الكلام ده مفيش عندي خالص. انا ما عنديش يوم مرحمين والله في التجليس والكلام ده. بصوا بقى، بصوا بقى الحلويات، بصوا الجناش عامل ازاي، لمعة تحفة تحفة تحفة. والله العظيم جربي طريقة الجناش دي تحفة. ممكن تعملي كمية وتسيبيها عندك في التلاجة، او تسيبيها عندك في المطبخ، وتبدأي بقى ان انتي هيجيلك تورتاية في ثانية، هتعملي التورتاية بتاعتك وتمام التمام. اللمعة اصلا تكفي. اه والله العظيم. عملت بقى النص التاني نوتيلا بيضة اللي هي الوايت شوكليت، آه، الربع التاني كده، الربع الاخير ده كنت عاملاه بنوتيلا. جبتها من الجردل على طول، قلبتها بس تقليبه بسيطه كده من غير زيت ولا اي حاجه، وجبت كيس حلواني فتحت فتحه صغيره، وابتديت ان انا اعمل الاشكال اللي انتم شايفينها دي. بس بتدي شكل حلو قوي كمان للتورتيه. هعملها كمان في التورتيه دي. عملت برضو نص كده من الجناش. بصوا والله العظيم لمعة الجناش دي عجباني جدا، تحفه. اعملي الطريقه دي بجد مش هتندمي. بس انا كنت بعملها بس بالسكينه، ان حسيت ان فيها بابلز كده هوا، فبعملها بالسكينه ان ميبقاش فيها هوا في الكريمه يعني، فيها فقاقيع صغننه. عملت النوتيلا بيضة. يعني بصوا انا عاملاها زي التورتات التانية. قولوا بقى مثلا ان هو آه، كسل. لا انا حبيت الشكل اللي انا عملته في التورتيه التانية، فعملته في التورتيه دي عادي. يعني هو ده رايح ل اوردر لوحده، ده اوردر لوحده، فاكيد يعني الاتنين مش رايحين مكان واحد. حتى لو رايحين مكان واحد فيها ايه لما يبقوا التورتتين زي بعض؟ عادي يعني، شكل جديد وخلاص. بس ابتديت بقى ان انا كده عملت بمربة الحليب كده على جناش الشوكولاتة زي ما انتم شايفين. كنت عاملة شوية اشكال شوكولاتات، ابتديت بقى ان انا اوزع الاشكال بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. احط بقى 2 فلوتس، اعمل الشكل كده زي ما انتم شايفين، اغير من شكل التورتاية. التورتاية دي بطلعها ب400 جنيه، بحطها في كرتونة 35 في 35، عشان طبعا تبقى الكرتونة ما تخبطش في جوانب التورتاية. لازم طبعا الكرتونة تكون اكبر من التورتاية.
وحطيت كاندي توت كمان أحمر على الوايت شوكليت، حطيت كمان كونو، واحدة كريسبي صغيرة كده بنية على النوتيلا البني بس. وكانت التورتاية بتاعتي بسم الله ما شاء الله حزنتها كمان بنوتيلا ب ومربة حليب من تحت، وما شاء الله اللهم بارك، يعني هي كده والله ما محتاجة أي حاجة خالص. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب بقى الفيديو يكون عجبك، ولو الفيديو عجبك ياريت تحط اللايك بتاعك الحلو، كومنت جميل منك وتقولي بتتابعني منين، ودي آخر تورتاية معايا. وبصوا يعني برضو هنعملها نفس التزيين، وأترككم بقى في رعاية الله، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.